السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بالبداية صلوا على رسول الله، اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد. ملخص الشوط الأول من مباراة النصر السعودي مع النجمة، وتفوق النصر على النجمة ب3 أهداف مقابل لا شيء. النصر أنهى الشوط الأول ب3 أهداف مقابل لا شيء، وتفوقوا على النجمة. بهذه النتيجة النصر يتصدر دوري روشن، والدوري روشن طبعا 58 نقطة، بينما الأهلي في المركز الثاني في 56 نقطة، والهلال ب 53 نقطة ب 55 نقطة. النصر متقدم على الأهلي بنقطتين. الأهلي عنده مباراة غدا بعون الله مع الاتفاق، والأهلي يعني فوزه غدا يصبح في المركز الأول. فالمنافسة صايرة بين الأهلي والنصر على المركز الأول. إذا الشوط الأول وبأول 7 دقائق استطاع كريستيانو رونالدو تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء. النصر طبعا بدأ في الهجمات المرتدة والضغط، يعني الأمور محسومة للنصر، لأن أمام النجم الصاعد حديثا إلى الدوري روشن السعودي من يلو. طبعا الهدف الأول بتوقيع كريستيانو رونالدو طبعا في الدقيقة 7، ثم عاد كومان ليسجل الهدف الثاني، ثم عاد مارتينيز وليسجل هدف جميل جدا من خارج منطقة الجزاء بعد إصابة حارس النجمة وتبديل الحارس الاحتياطي. يسجل هدف من خارج منطقة الجزاء من حوالي 30 متر. هدف جميل. النصر يتقدم إذا ب3 أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول. أتمنى منكم الاشتراك في هذه القناة. توقعاتكم للمباراة جمهور النصر، وأستودعكم بأمان الله.